بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا كويسين. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. اعاده الله عليكم بالخير ان شاء الله. النهارده هنعمل ايه؟ وصفه اللانشون. طبعا حبايبنا واولادنا واطفالنا بقى بدخول المدارس، كل سنه وانتم طيبين ونجح اولادكم يا رب جميعا. هنعمل بقى ايه؟ اللانشون. اطفالنا كلهم بيحبوه، كلهم مش معظمهم، كلهم بيحبوه. فاحنا قلت بقى اعمل لكم وصفه اللانشون دي الصحيه الحلوه دي المغذيه دي، بالمكونات الاقتصاديه جدا وفي نفس الوقت مغذيه وحلوه وسهله. هنبدا بقى نعمل ايه؟ نجيب المكونات اللي هو دمت عندي دول 6 بيضات او 7 بيضات او 8 بيضات، من 6 ل8 بيضات بيض، ومعلقه بودر، معلقه بهارات، بهارات اللحمة او بهارات الفراخ زي ما انت عاوزة، ومعلقة فلفل اسمر، معلقة بابريكا، ومعلقة اللهم صل على سيدنا محمد، معلقتين نشا، نص كوباية زيت، وكوباية دقيق. وانا بقى ايه؟ زودت من عندي لون بودرة زعفران، يعني هي ممكن ما تحطيهاش، يعني ممكن ما تحطهاش. هو في لانشون، يعني انا بعمل كده في اللانشون بتاع اللي هو الفراخ، عشان بس ايه؟ نكسر لون الفراخ، بيبقى ساده كده، والاطفال ما بتحبش الا اللون الاحمر. وده بما انه لانشون فراخ فحطيت بودره زعفران، بس ممكن ما تحطهاش، استغنى عنها. انا كان ممكن ما احطهاش عشان هي بس غيرت اللون شويه، بس الطعم رهيب، والله طعمها ما فيش بعد كده. وطبعا الحاجه اللي احنا بنعملها بنفسنا في بيتنا بتبقى حلوه ومكوناتها نظيفه، وما احناش عارفين اللانشون اللي احنا بنشتريه ده مكوناته ولا شيء. ودي معلقه صغيره جيلاتين بودر، انا حطيتها في معلقه ميه كده دابت، وبعدين حطيتها يعني هي حلوه عشان تدي المطه لللانشون يعني. يبقى المكونات 7 بيضات، دول 7 بيضات، معلقه بهارات كبيره، معلقه بهارات فراخ، من البهارات اللي عندك، التوابل بتاعتك اللي انت بتحطها للاكل، كوبايه دقيق، معلقتين نشا كبار، معلقه بصل بودر، معلقه توم بودر، معلقه بابريكا. ماشي. آه بس كده. ما تحطيش ملح عشان هو بيبقى من نفسه بيبقى مملح. نيجي بقى اللي هيدينا طعم الفراخ او اللحمه، اللي هو مكعبين ماجي، ومعلقه بهارات فراخ بودر، اللي هي ماجي بودر، اللي هي بتاعت كنور دي، اللي هي ماجي. اصل انا بصراحه ما بجيبش الحاجات دي إلا بس عملتها عشان خاطر اللانشون. اللي هي معلقه بودر، بودره، يعني اللي هو ايه؟ بهارات الفراخ البودره، مش البهارات بقى اللي هي زي الماجي كده. مرقه مرقه فراخ، مرقه دجاج بودر. ماشي، مرقه دجاج بودر معلقه، ومكعبين او مكعب مرقه دجاج اللي هو الماجي بقى، المكعب ده بقى تفركيه كده. ماشي كده تمام. مفيش، هي دي المكونات. حطيتها بقى في الكبه، انا ضربتها في الكبه عشان تبقى انعم من الخلاط عندي، يعني هي تنعمها عن الخلاط. هنبدا بقى نجيب ايه؟ نعبيها في كيس تلاجة عادي يعني. معلقه بصل بودر، توم بودر، كوبايه دقيق، معلقتين نشا، معلقه بصل بودر، معلقه بابريكا، معلقه توم بودر انا قلتها، معلقه فلفل اسمر صغيره. هي دي بس المكونات، عشان ما تكتريش على الولاد حاجات تضرهم او حاجه. هي كده طبيعيه جدا وحلوه وطعمه، وما فيش اي حاجه غير بس لون بودره الزعفران. ممكن ما تحطيهوش، لو انت حابه تحطيه. انا ما بحبش احط الوان صناعيه في الحاجات دي، بس خلاص ايه؟ آه، مضطرين يعني، عشان الاطفال بيحبوا اللانشون الملون. كده خلصت بقى، ضربتها لحد ما نعمت خالص خالص في الكبه، لحد بالطريقه دي كده، بالشكل ده كده. حطيتها في كيس تلاجة، حطيتها وضربتها وحطيتها في كيس تاني. هنبدا بقى نبرمها، نلفها رول في ورق الفويل، في ورق الالومنيوم كده بالطريقه. انا رابطه الكيس من الاولاني، ده بقى ما ربطتوش عشان اعرف الفها رول. نجيب بقى ايه؟ ورق الالومنيوم كده، وكده بنحطها كده، وبعدين ايه؟ تسويها كده عشان ما تطلعش يعني الرول بتاع اللانشون يطلع ايه؟ آه سليم يعني نوعا ما. كده حاطين الميه تسخن على النار تغلي،
على ما نلف اللور ده، عشان اول ما تخلصيه تلفيه كده تحطيه على طول في النار في الميه يستوى. يعني بياخد ساعة، انا حطيته ساعة وخمس دقايق بالظبط بالظبط بالظبط. اهو تلفيه بالشكل الجميل ده كده اهو، بقى رول اهو. بعد كده بس هتبرميه كده زي الشوكولاتايه، تبرميه قوي عشان ما يتفكش طبعا في الميه. حط كمان مره، كمان ورقه. اه تلفيه كده زي الشوكولاته، اكنها شوكولاتايه في ايدك اهي. بس والله طعم قوي صراحه، يعني انا ماليش في الحاجات دي، بس هو طعم الاطفال. يعني انا بستغرب، استغفر الله العظيم يا رب، يعني الاطفال بيحبوه قوي قوي ليه مش عارفه. عشان كده احنا ما بنحبش نشتريه بصراحه. انا ما بحبش اشتريه ابدا. اصل انا بسمع عن مكوناته غريبه قوي اللي بيتشرى ده. انما احنا المكونات دي على فكره صحيه جدا. البيض صحي، البصل بودر صحي، الدقيق صحي، النشا صحية، الزيت صحي. الجبنة المثلثات أهم حاجة حبايبي نسيتها. معلش يا جماعة. سبع جبنة مثلثات. يعني هي العلبة اللي هي التمن قطع دي، دي أهم حاجة. أهم حاجة اللي بتدي الطعامة للانشون. أنا نسيت أقولها في المكونات كلها، معلش. علبة آه، جبنة مثلثات اللي هي التمن قطع دي، التمن مثلثات دي مع المكونات دي كلها بقى. كده خلاص لفيناها الرول حلو خالص اهو. نبدأ بقى نحطه على النار، في النار في المية السخنة اللي بتغلي على البوتاجاز اهو. كده تمام اهو، حلو قوي. علبة جبنة قطع مثلثات كده حطينا في لازم المية تغطيه كده بنفس الشكل ده كده برضو اهو. انا هزوده على فكرة مية تانية سخنة، عشان المية لازم تغطيه عشان الحلة جت صغيرة عليه. كده خلاص بعد ما استوى بقى هنقطعه اهو. بس انا طبعا مش عارفه اقطعه الا تخين كده، مش عارفه اقطعه رقيق خالص. ايا كان العيال بياكلوه خالص، بيحبوه قوي. واول ما تخلصيه تعملي غيره احسن من بتاع اللي هو اللحمه الطبيعيه والفراخ الطبيعيه، عشان ما بيغيبش الحاجات دي، ما بتغيبش. لكن ده ممكن يستنى عندك فتره في التلاجة. تعملي منه سندوتشات للاطفال كل يوم هم رايحين المدرسه، ما بيحبوه فحلو قوي. كده تمام اهو، رقيق خالص اهو، حلو اهو اهو. بس هو اللون بتاعه ولونه حلو على فكرة، بس هو ايه، التصوير طبعا بيغير اللون. بس انا متخنه شويه عشان انا مش عارفه اعمله رفيع او عايز مكنه طبعا، بس اهو بنجتهد يعني. بس هو جربيه جميل جدا جدا جدا، ومكوناته بسيطه قوي. لو حتى هتجيبي علبه الجبنه المثلثات ديت مره، وتجيبي البيض مره، هو ده المكونات اللي غاليه فيها يعني. ومكعب المرق بالواحد بجنيه، مكعب الماجي ده. كده تمام اهو. اعملي بقى لاطفالك سندوتشات الحاجات اللي بيحبوها دي مع الجبنه، مع احسن من انك تعملهم سندوتش بيض لوحده كده، ده احلى. جربوا بس الطريقه دي حلوه قوي. المكونات دي سهله جدا واقتصاديه جدا وحلوه، ان شاء الله هتجربيها تعجبك. ودي احنا مع اطفالنا اللي بيحبوه بنعمله لهم في سندوتشات كده. عيش طويل، عيش فينو، عيش بلدي. هو هم بيحبوه في اي حاجه، حتى بياكلوه حاف. هو اصلا ما استناش، هم كلوه حاف. وانا نفسي كلت منه لما لقيته طعم. اه بس كده. نبدأ نعمل ايه بقى؟ باللحمة بقى. عملنا بالفراخ، نعمل باللحمة بقى. برضو اقتصادي، برضو مش باللحمة، اللحمة بالمكونات الاقتصادية بتاعة اللحم على فكرة. وهيبقى نفس الحاجات المكونات، بس ايه، طريقة التسوية هتبقى مختلفة. وطريقة واللي هي المكونات هيبقى فيها بدل ماجي فراخ يبقى ماجي لحم. بهارات يا جماعة، مرقة دجاج، مرقة لحمة اللي هي ايه، البودر. اللي عارفها هيعرف انا عاوز اقول ايه. هتجيبي بقى ايه اللي هو من عند العطار ب10 جنيه، بهارات اللي هي مرقة اللحمة، اللي هي البودر. وبرضو معاها مكعب ماجي مكعب برضو بودر باللحمة، بدل ما بيبقى الفراخ باللحمة اهو. شايفين الشكل الجميل ده بقى؟ خلاص عرفنا ان هو حلو. كده تمام اهو.
وعلى فكرة هو اليوتيوب كله عمله، هو فعلا يستاهل ان احنا نعمله لان هو سهل. يعني هو سهل، مكوناته سهلة وتسويته سهلة وكل حاجة. هو اهم حاجة بس يقعد على النار، في المية ساعة بالظبط. ساعة يعني تبصي في الساعة هتعدي ساعة بالظبط من اول ما تحطيه في المية. انا ده هو خد ساعة وخمس دقايق بصراحة ربنا، عشان ابقى مطمنة خالص انه استوى وبقى تمام. ساعة وخمس دقايق. هنبدأ نعمل بايه لانشون اللحمة برضو بنفس الشكل كده اهو، بنفس الطريقة برضو. معلقة جيلاتين صغيرة كده، صغيرة مش كبيرة ولا حاجة، دوبتها في معلقة مية زيها كده بالظبط، وركنتها على جنب على ما نعمل بقية المكونات. برضو هنجيب باقي البيض اهو، نحط البيضة برضو في الكبة، عشان انا الكبة هتتنعمه قوي عن الخلاط. عاوز تعملي في الخلاط بتاعك تمام اعملي. دول 8 بيضات، الاولين كانوا 7 عشان هما اللي كانوا موجودين عندي. دول 8 بيضات. هي نفس المكونات، بس ممكن تحط 6 بيضات يا جماعة، ممكن تحط 8 بيضات، 7 بيضات عادي يعني. ده معلقة توم باودر كبيرة برضو حلوة كده، كل معلقة مليانة. ودي معلقة بصل باودر، هي اللي كانت موجودة اصلا. والله انا عملت التاني من غير بصل باودر عادي. وده ده كان عندي اللي هو ال11 بهار. اه، معلقة هي ما كملش المعلقة. ال11 بهار كان عندي مش محتم يعني. هو ممكن تحط البهارات اللي عندك عادي، بهارات الفراخ، بهارات الكفتة، بهارات اللحمة او بهارات الفراخ. بهارات اللحمة او بهارات الفراخ. اللحمة تحطي اللحمة والفراخ تحطي الفراخ. هي نفس البهارات على فكرة. معلقة بابريكا حلوة كده، بس دي بابريكا مدخنة برضو حلوة. بعد كده بقى ايه، دول بقى هي دي بقى المكعب ماجي مفروك اهو. والتانية بهارات بودر، اللي هي ماجي بودر، بس اللحمة مش فراخ، عشان دي دي لانشون لحمة. ودول 8 قطع جبن مثلثات. 8 ديت علبة من اللي هي 8 قطع، اللي هي اسمها ابو الولد او طعم او اي بيض، اي جبنة مثلثات تحطيها. دي معلقة فلفل اسمر صغيرة. وعلى فكرة انا نسيت برضو حاجة، معلقة صغيرة حبهان بودر. هي دي انا كنت ناسيها، معلقة صغيرة حبهان بودر ناعم. ممكن تجيبيه وتطحنيه، ممكن تشتريه من عند العطار ب5 جنيه. دي كوباية دقيق، تقريبا كوباية وربع. ده المقدار ده خد كوباية وربع دقيق. لكن لو حطيت كوباية برضو ماشي، دي نص كوباية زيت. ممكن لو حطيت كوباية دقيق يبقى حلو برضو. يعني من كوباية لكوباية وربع. يعني ممكن تلاقي العجينة ممكن مكونات تبقى خفيفة شوية. كنت تحط كوباية وربع دقيق، من كوباية لكوباية وربع. ده بقى معلقة لون طعام برضه، هو صحي يعني. انا ما بقتنعش بالحاجات دي، بس هو لون طعام احمر عشان يدي لون اللانشون اللي الاطفال بتحبه، اللون الاحمر ده. بس بصراحه انا ما بحبش اكتر منه، بس هو خلاص الاطفال يعني في اطفال، في واحد قال لا انا مش عاوز، انا عاوز الاحمر، اللانشون الاحمر عشان بيحبوه. فكل واحد ما تبع ما بيعمل، هم كده كده هياكلوه اصلا انهم بيحبوه قوي. هنضربه بقى في الكبة خالص لحد ما ينعم برضو نفس التاني اهو. شايفين اللون بقى، لونه اللانشون. وريحته بقى، ريحته هو ريحة اللانشون فعلا، ريحة اللانشون خالص وطعمه. عشان خاطر بهارات الماجي، الكنور. بلاش الماجي، الكنور اللي هي باللحمة وبالفراخ. بس انا بسمع الشيفات، اكبر الشيفات بيقولوا عليها صحية. لا، في ناس بيقولوا عليها مش صحية، اللي هي الكنور دي. حط كمان لون عشان يحمر يدي لون اكتر، بس طبعا انا ما اتقلوش اللون برضه. نور كان قطع بقى، جبنا الكشاف اهو. هتديه ضرب لحد ما ينعم خالص، يبقى خليط ناعم خالص. عشان اللانشون طبعا زي ما انتم شايفين، زي ما انتم عارفين بيبقى ناعم كده تمام اهو. نبدأ بقى نسويه في ايه بقى،
دي معلقة النشا، معلقتين نشا، لازم معلقتين النشا، كنت ناسيهم اهو. وده معلقة الجيلاتين البودر، يعني ممكن ما تحطهاش بس هي حلوة برضو مش وحش. هي معلقة صغيرة بس، معلقة الشاي بس كده. اضربي تاني بقى عشان كله يتخلط في بعضه. كله يتخلط في بعضه خالص، ما يبقاش فيه اثر لحاجة ابيض ولا نشا ولا حاجة. صلوا على النبي يا جماعة كده، واللي لسه مشتركش في القناة يشترك لو سمحتوا، من فضلكم من فضلكم ساعدوني ساعدوني يا جماعة اوصل للشرط التاني، اكمل الشرط التاني بعد اذنكم، يعني ربنا يسعدكم يا رب. انتوا حبايبي والله، وانتوا يعني اخواتي فعلا، واهلي وحبايبي، يعني فعلا انا ما تخيلتش كده الا بعد ما دخلت اليوتيوب وكلمت ناس ودخلت حفلات ودخلت بسات وحاجات من دي. لقيت فعلا فعلا الصداقة والاهل دول، يعني اهل مش صداقة، يعني ما احناش عارفين بعض بس بنكلم بعض اكننا شايفين بعض كل يوم. بصراحة يعني ده حاجة بالدنيا كلها. فلو سمحتوا يا جماعة يعني وصلونا بس للشرط التاني، ربنا يا رب يسعدكم ويفرحكم يا رب ان شاء الله. كده خلاص حطيته في المية، سويته زي التاني، حطيته في علبة السمنة اللي هي الروابر صغيرة اهي، يعني اهي دي العلبة دي، حطيته في كيس حراري، ده كيس حراري، وطلع بالشكل ده بقى. حطيت فيه بقى ايه، فلفل اسمر وزيتون، الاتنين مع بعض، وكان في منتهى الجمال. وده بقى متقطع رقيق شوية عن التاني اهو. واعملوا بقى احلى لانشون لاولادكم من المدارس، وحطوا فيه الزيتون والفلفل، او حطوا الزيتون بس براحتكم خالص، عشان الاطفال ما تحبش الفلفل الاسمر او كده يعني، فخلاص كفايه عليكم الزيتون بس. انا حبيت اوريكم الاثنين، الفكره ان انا ممكن احط الاثنين، ممكن الكبار ياكلوا برضه، ما هو في ناس بتحبه.